استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الخير والهنا على اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. معاكم مونيكا ميشيل. دقت الساعة 6:15، يبقى جه وقت خبط طبلة جديدة من برنامج من سحر آتي، جايبة معاها سحر أسطورة رمضانية جديدة. طبلة النهاردة دقت، هتسمعنا حدوتة عن فانوس، بس مش أي فانوس. هنعرف حكايته دلوقتي لما نروح للقاهرة القديمة وسط حارة ضيقة، وهناك هتشوف مباني عتيقة نورها خافت، بس سكانها كمان للأسف روحهم مضلمة زي المباني. وجوه الحارة دكان صغير مليان فوانيس رمضان، كل فانوس له شكل ولون مختلف، إلا فانوس واحد بس مليان تراب ومعمول من نحاس ومتعلق في ركن بعيد جوه المحل. محدش كان بيقرب له خالص، وكل ما صاحب الدكان يحاول يبيعه محدش يرضى يشتريه أبدا، وكأن الفانوس نفسه رافض يمشي. لكن في ليلة من ليالي رمضان، فريد ولد صغير عاشق للحكايات وفضولي جدا وقف قدام الفانوس وحاسس انه بيهمس في ودنه وبيندهله. مد ايده ولمسه، وفجأة نور زاد حواليه والهوا بقى تقيل، وسمع صوت واطي لكن مليان رهبة بيقوله: كل روح بتسيب الدنيا بتسيب معاها حكاية، مستعد تسمع؟ فريد حس بدوخة، ولما فتح عينه لقى نفسه واقف في شارع غير اللي يعرفه، بيوت على الطراز المملوكي ودكاكين من زمن فات. لكن الأغرب الناس كانوا شفافين كأنهم أشباح، لكن عيونهم مليانة نور عجيب. شاف راجل من بعيد، راجل كبير ماسك سبحة، وست عجوزة بتوزع أكل للفقراء، وطفل بيبيع كحك. كلهم كانوا بيتحركوا في هدوء كأنهم مجرد ذكريات. الصوت همس تاني في ودنه: دول اللي عاشوا هنا وعملوا خير، بس محدش افتكرهم. أرواحهم فضلت هنا مستنية بس حد يسمع حكايتهم. فريد فضل يمشي في وسطهم وشاف مشاهد من حياتهم: التاجر اللي كان بيطعم الجعانين، والست اللي كانت بتستضيف اليتامى، والشاب اللي كان بيحفظ الأطفال القرآن. كانوا ناس عادية بس أثرهم هو اللي كمل وما كانش عادي خالص. وفجأة الأرواح بصت له وابتسمت، وكأنها أخيرا لقت اللي هينقل حكايتها. نور قوي خرج من الفانوس، وفريد حس بنفس الدوخة، ولما فتح عينيه لقى نفسه جوه الدكان والفانوس مطفي بين ايديه. لكن من اليوم ده كل ليلة في رمضان الفانوس ينور لوحده، وكل ما حد يسأل فريد يروح يحكي له حكاية الناس اللي افتكرهم الفانوس، لأن الحكايات بالخير اللي فيها هي اللي بتدوم وأهم من العمر نفسه. لسيدي المستمع، قولي بصراحة، مين مر في حياتك ولو لمرة واحدة بس وأثر فيك وغير وجهة نظرك لحاجة معينة في حياتك كنت شايفها بشكل مش كويس وخلاها أحلى؟ اكتب لي هنا تحت في الكومنتس. وحان الآن سكوت طبلة النهاردة من برنامج من سحر آتي، واستنوني بكرة في نفس الميعاد مع سحر أسطورة رمضانية جديدة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.